السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بالجميع. كيفكم بنات؟ شوفوا ما شاء الله كتف خروف. كيف سويتها؟ مشوي بالفرن أسهل من سلق البيض. الشيء الثاني إنه قعد 3 ساعات تقريبا بالفرن، صحي لأن الرز يعني دهن قليل. حتى الكشنة شوفوا ما شاء الله زبيب ولوز وديكور وحركات، بس انه صحي يعني مو زي المطاعم اكيد كابين في كمية زيت. بحط لكم الطريقة خطوة خطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بالجميع. كيفكم بنات؟ شوفوا بسوي كتف خروف. حطيت تحت بصل، طماط، ليمون. وهنا الصوص يا بنات عبارة عن صلصة بهارات عربية اللي هي هيل، قرفة، زنجبيل، وكذلك كمون، كزبرة، فلفل حار. الحين راح أحط هذا الليمون جراس يعطي ريحة حلوة. حطيت كذلك بالصوص ليمون وزيت زيتون والأوريجانو. شفتوا كيف؟ طيب الآن راح أقلبها. شفتوا كيف؟ بعدين بدهنها كذلك من فوق بدهنها بنفس هذه ما انتم شايفين يا بنات. الآن من كل جهة حطيت كذلك كركم. راح ألفها بالقصدير، أدخلها الفرن لمدة 2 ساعات. حطيت ملح. الموية اللي راح تطلع وش راح أسوي فيها؟ راح سلمكم الله أسوي عليها الرز، يصير زي رز العزايم، رز الذبايح. يكفي يا كافي. أيوة كله حطي كله من كل جهة. لازم نحط الصوص. طبعا الكتف غسلناه كويس، نظفناه، وبعدين الآن راح ألفها وادخلها الفرن. الآن قبل ما ألفها يا بنات راح أحط عليها ورق الزبدة عشان تطلع من فوق مرتبة. أيوة بعدين أغطيها كذا. بعدين راح أغطيها من الجهة الثانية، بحط عليها زيادة اللي هو قصدير. الآن شوفوا كيف لفيتها بالقصدير، وراح أدخلها لمدة 2 ساعات بالفرن. خلوكم قريبين. الآن يا بنات طلعتها من الفرن بعد تقريبا 2.5 ساعات. شوفوا كيف، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف. الآن بحمرها، يعني صراحة شيء إبداع. شوفوا شلون ذايبة. بحمرها وأوريكم الشكل النهائي كيف. والرز بخرته وبحط عليه الحين اللي هو الليمون الأسود، عفوا البصل مع الليمون الأسود والزبيب. ايش بعد يا بنات؟ الحين شوفون كيف. بحط معاه اللي هو اللوز المحمص. هذا بوريكم الشكل النهائي كيف.